السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نقدم لكم طريقة الجاتو الاسفنجي. المقادير هن كاستين طحين وكاسة ونص سكر وكاسة حليب كاسة حليب فاتر ونص كاسة زيت نباتي وأربع بيضات ونص كاسة نص معلقة ملح ظرف فانيلا وظرف بيكنج باودر. هدول الطحين مع السكر وهي مع هي. وهلا بنحط البيض وبنخفق فوقهم الفانيلا والسكر. يلا سوي انت. حطي لا يخلص. هو خلص. ايه حطي هلا شو اسمه السكر. والله عم تعمل. ايه على مهلك لا تحركيها. هذا عم تحطيه. الكاسة الثانية. إذا تعبت ما انا عم احرك على مهلك. هلا بنضل نحرك لحتى يذوب السكر. هلا راح نخلط الشغلات الناشفة اللي هي الطحين والبيكنج باودر ونص معلقة سكر. الملح شو بك عم تنسي. ومنحركه. هاي انا خفقت شو اسمه هدول البيضات والفانيلا السكر. كمان لسه فيها هون محشة. ليك عم يطلع بخور. ليك عم يطلع هيك شيء. هلا هذا يلا حاوشي خلطيه مع بعض. هذول الشغلات الناشفة عم نخلطها. هلا بنورجيكم وقت يصير الجاتو كتير طيب رح يكون. هلا رح نحط الزيت فوق الحليب ونسخنه شوي. وهلا رح نحط الطحين هون ويعمله بس بالتدريج يعني على مهلك. انت بتلاقينا عم نحط خض شوي عليه. هيك نحط هدول بعد شوي. يلا حطيهم قيمي معلقة انتبهي نطلع هالشي. انتبهي يلا. هلا رح نحط الزيت الحليب اللي سخناهم شوي. سام يلا حطي. انتبهي على مهلك كبي. عم يفرش. نوفى شوي. ما عاد في. خلصوا. وهلا هون بنكون خلصنا كل المقادير. وهلا هون بدنا نحطه بالقالب وبندهن القالب بالزيت وبنرش لها شوية طحين. وهلا بدي حط هدول الخلطات هون. خلطناهم. ايه بسم الله. بس وهلا هيك جاهز لنحطه بالفرن. وبدنا حدا كبير مشان يحط لنا اياه. صح. راح اقسم انا اول شيء. سمي منيح شو بك؟ مسك سكينة منيح. ايوه طيب طلعيها.
خلاص ما له داعي. عن جد عم يطلع منها البخار. سلام نبلش بالاكل. طبعا بحب زغرة. سخنة بس. وإذا عجبتكم وصفتنا جربوها لأنه كتير طيبة. وإذا حبيتونا اشتركوا بقناة زوم عيلتنا. باي.